السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منى أحمد ومكملين مع بعض في شرح مكاسب ومكافآت العمل في شركة إيكوواي. ومعانا دلوقتي مكسب من مكاسب تكوين الفريق وهي مكافأة القيادة. قبل ما نتكلم عن مكافأة القيادة بالأرقام عاوزة أوضح لك حاجة. أول بتكوني مانجر 1، مانجر 2، مانجر 3، وبعد كده دايركتور. دايركتور دي هي حجر الأساس وبداية النجاح الحقيقي والحرية المالية والربح المادي العالي في شركة إيكوواي لما بتعملي انت وفريقك 4000 وحدة. وزي ما اتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت، انا لما بكون دايركتور غالبا بيكون معايا في فريقي ناس تحتي رتب. المعلومة اللي انا عاوزة اقولها ان انت لحد هنا نعتبر انت بتتدربي على القيادة، لكن لسه ما بقيتيش قائد حقيقي. امتى تكوني قائد حقيقي وتاخدي مكافأة القيادة من شركة إيكوواي؟ لما تكون شجرتك فيها على الاقل دايركتور. في الحاله دي انت بيبقى اسمك دايركتور 1. ده بيبقى عامل كام؟ 4000 نقطه هي وفريقها. لازم انت عشان تكوني دايركتور 1 تكوني عامله هنا على الاقل 2000 نقطه. يعني انا بكون دايركتور 1 امتى؟ لما يكون تحتي دايركتور. بس لا، في شرط كمان، لازم انت تكوني عامله مع باقي فريقك اللي غير الدايركتور على الاقل 2000 نقطه. لو انا تحت دايركتور وانا مش عامله جانبي 2000 نقطه مش هكون دايركتور 1؟ لا، هترجعي تاني لرتبتك اللي قبل الدايركتور. الموضوع ده مهم جدا ومحتاج تركيز عالي وبيفرق قوي. من شويه في الفيديو اللي فات رجعوا له، قلنا انت ممكن تكوني مانجر 3 مثلا عامله 3000 نقطه وتحتك واحده هي وفريقها مانجر 3 برضه عامله مثلا 2500 نقطه. انا مانجر 3 وهي مانجر 3، عادي مفيش مشكله، بس انا مش هاخد عنها هنا مكافاه، انا هاخد بس 18% عن الباقيين. ده الفرق، دي النتيجه اللي بتحصل لما تكوني انت واللي تحتك في نفس الرتبه. انت مانجر 1 وهي مانجر 1، انت مانجر 2 وهي مانجر 2، انت مانجر 3 وهي مانجر 3. ايه اللي بيحصل؟ مش باخد عنها مكافاه فريق ولا هي ولا فريقها، انا باخد عن اللي غيرها. طب ينفع انا اكون دايركتور واللي تحتي دايركتور؟ لا، من عند الدايركتور الامور بتختلف. لو انا تحتي دايركتور فريقي كله نقول عامل 4750 نقطه، ركزوا معايا، منهم الدايركتور اللي تحتي عملت 4000 نقطه، يعني انا باقي لي كام هنا؟ 750 نقطه. انا كده دايركتور وهي دايركتور، ده انا عامله 4000 برضه، انا كده دايركتور؟ لا، انت كده مانجر 1. رتبتك انت هنا كمديره بقت مانجر 1. ليه؟ لان انت بقى تحت القائد. عشان تاخدي مكافاه قياده وتبقي قائده لازم انت تكوني عامله هنا على الاقل 2000 نقطه. عملت 750 هتبقي مانجر 1 بس، انت مش دايركتور اصلا. عملتي 1500 هتبقي مانجر 2. وصلتي ل 2000 تكوني دايركتور 1. طيب استفاد ايه بقى في حاله الدايركتور 1 دي؟ نشرح مع بعض بقى امتى اكون دايركتور 1 وامتى اخد مكافاه القياده، والمكافاه دي قيمتها قد ايه. تابعوا معايا. مكافاه القياده زي ما انتم شايفين معايا كده على الشاشه باخد نسبه 8% عن الدايركتور اللي تحت لو هو في خطي الاول. لو عندي دايركتور تاني كمان في خط التاني انا كده باخد عنه كمان 6%. لما ببقى دايركتور 2 مكافاه القياده بتاعتي باخدها من الخط الاول والتاني والتالت ده الربح بيزيد طبعا. دايركتور 3 بياخد من الخط الاول والثاني والثالث والرابع، وبتفضل النسبه كده تزيد لحد الصف التاسع في نسب مكافاه القياده. تمام، يبقى احنا امتى قلنا بنحصل على مكافاه القياده؟ من اول ما اكون دايركتور 1. في الحاله دي هاخد نسبه 24% عن فريق ده لو مفيش رتب، وهاخد هنا عن الدايركتور ده 8% من خطي الاول مثلا. طيب لو انا تحتي هنا مانجر 1 عامله 750 نقطه، هاخد عنها كام؟ هاخد هنا 18%. بنفس الطريقه اللي فاتت، لو مانجر 2 هاخد عنها 12%، لو مانجر 3 هاخد عنها 6%. ده كده حساب مكافاه الفريق. طيب انا عاوز احسب مكافاه القياده لوحدها. مكافاه القياده دي اللي باخدها عن الدايركتور بس، مش هنحسب كل المكافآت بتاعه الفريق، هنحسب بس مكافاه القياده. الدايركتور دي مثلا عامله 4000 نقطه، اضرب في 8% في 16، احسبي معايا وشوفي هيطلع لك كام. كل ما النقاط زادت كل ما المكافاه، هلاقي ان نسبه مكافاه القياده هنا
5120 جنيه. خلي بالك دي مكافاه قياده غير مكافاه الفريق اللي كانت في الفيديو اللي فات. بحاول اديكي مجرد امثله. ال 5000 جنيه دول مش راتبك، دي مكافاه واحده هتاخديها في حاله ان انت دايركتور 1. اسمها مكافاه ايه؟ مكافاه القياده. كان معانا الفريق ومعانا الاشراف ومعانا الكاش باك ومعانا الهدايا. 7000 جنيه دول راتبي؟ لا. دول راتب الدايركتور 1؟ لا. دي مكافاه واحده بتاخدها الدايركتور 1 اسمها مكافاه القياده. اتمنى تكون الصوره وصلت ليكم. طب ممكن مكافاه القياده بتاعتي تزيد عن كده كمان؟ ممكن تزيد جدا. الدايركتور دي جابت تحتها دايركتور، ما شاء الله طلع تحتها هنا دايركتور. انا كده لسه دايركتور 1 برضه، عشان الدايركتور دول في نفس الفرع، فهم انا دايركتور 1. هاخد عن الدايركتور دي كمان 6%. 6%. يعني مثلا الدايركتور دي عامله 4000 نقطه، الدايركتور الثانيه خلينا اكتبها بالقلم الاحمر، يعني دول 2 دايركتور في نفس الفرع. هنا 4000 نقطه في 6% في 16. يلا احسبوا وقولوا لي الناتج. انا حسبت وطلعت معايا 3840 جنيه. 3840 جنيه. يعني انا دايركتور 1 تحت دايركتور عامله 4000 نقطه، هاخد 5120 جنيه. طيب انا دايركتور وعندي 2 دايركتور في نفس الفرع، هاخد عن الاول 8% 5120 جنيه، وعن الثاني 6% 3840 جنيه. فهنا مكافاه القياده هتساوي كام؟ يلا يا جماعه 5000 و3000 هنلاقي 8960 جنيه. دي 8960 جنيه دي مكافأة واحدة بس اسمها مكافأة القيادة من شركة ايكوواي. كمان لو بقيتي دايركتور 2 بتاخدي من 3 خطوط تحتك، يعني كمان بتضاف لدول مكافأة ثالثة هنا. دايركتور 3 تاخدي من الخط الرابع وهكذا لحد الخط التاسع، وكل شوية تخيلي الرقم ده بيزيد كل ما انت أسستي فريقك في الأول صح وهو ابتدى يكبر بشكل متوازن وبشكل سليم. كل ما وصلتي للحرية المالية ودخل شهري لا تتخيليه من شغلك في ايكوواي، كل ده وانت من بيتك وسط ولادك من خلال تليفونك في بيئة آمنة داعمة. فالحقيقة ان شغل في ايكوواي هو افضل فرصة شغل لكل سيدة على الاطلاق. لو جات لك الفرصة دي اوعي تسيبيها، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.